ورحمة الله وبركاته. عرفت مباراة اشبيليا والمانشستر سيتي واللي جرت برسم كأس السوبر الأوروبي لموسم 2022-2023 لقطة شيء ما غريبة من نوعها، وذلك قبل إجراء التسديدة الثانية من سلسلة ضربات جزاء واللي كانت في آخر اللقاء. فالحارس مانشستر سيتي البرازيلي إيدرسون فاتجه عند اللاعب ألفاريز اللي غادي يسدد ضربة الجزاء الثانية ونصحو، وربما تحدث معه على ياسين بونو على الاتجاه اللي خاص يضرب فيه الكرة ألفاريز، حيت الحراس ما بيناتهم تيتعرفوا مزيان، فكل واحد تيعرف نقطة الضعف ديال الآخر. هادشي علاش مشى عند ألفاريز نصحو. فهنا تنشوفوا بأن ياسين بونو تيبتسم على هاد اللقطة وعلى على الصورة اللي شاف. في هاد الصورة تنشوفوا بأن ألفاريز يستعد باش يضرب ضربة جزاء الثانية. الحارس ياسين بونو كعادته واقف في الوسط، هنا تيبغي يمشي ألفاريز باش يسدد الكرة. ياسين بونو تيتحرك يمينا وشمالا، فاحنا تعودنا على هذه الحركه ديال ياسين بونو. فانا تنشوفوا بان ألفاريز غادي يسدد الاتجاه المعاكس ديال ياسين بونو، وربما هذه النصيحه اللي نصح بها إيدرسون ألفاريز. ف بخ ياسين ألفاريز قال له بان تتشوف ياسين بونو فين غادي يترمى، الاتجاه اللي غيمشي فيه عند ضرب الكره، وهادشي اللي طرا. فياسين بونو غادي يرتمي للجهه اليمين ديالو. هنا ألفاريز يضرب الكره في الاتجاه المعاكس ديال فين غيطيح ياسين بونو، فالكره في اليمين وفي الشمال، والحارس ياسين بونو في اليمين. هنا تتسجل ضربة الجزاء الثانية على ياسين بونو. ألفاريز ضربة ذكية. هنا تنشوفوا بأن هذا المدرب غوارديولا فعاد رجعت فيه النفس وعاد حل عينيه مزيان. هنا ألفاريز يسلم على ياسين بونو اللي تتضح بأنه عنده شي حاجة، ماشي هو هذاك، ماشي هو هذا ياسين بونو اللي سنعرفوه في ضربات جزاء، حيت ان جوج ضربات جزاء دائما الاولى تيشد وحده. ياسين بونو ربما انه الصفقه ديال الهلال السعودي مأثره عليه، وبان هذا الشيء في هذه ضربات جزاء، سلسله ضربات جزاء في نهايه اللقاء، حيث انه ياسين بونو غادي ينتقل للهلال السعودي وغادي يوقع عقد ل3 مواسم، وغادي يتقاضى تقريبا 15 مليون اورو في العام. ولكن ياسين بونو سيغادر الدوريات الأوروبية بتتويج وكوصيف للسوبر الأوروبي.